الصغيره واحنا تعلمنا من رسول الله اللي بارحه البحثه ماله كان، والحمد لله بهيجي ايام وقعت هاي القعده الشريفه. انما بعثت لاتم مكارم الاخلاق. الرسول قال جارك ثم جارك. وقف جبرائيل عليه السلام قال لو قالها مرة ثالثة لشارك الجار بمالي. هذا الجار هواية خصال، وانتم جلالتكم تعرفون احسن من عندي. بس الجار هاليوم من يتعدى على جاره، وانتم ما ادري متورجين، وجناب الحجي الله يبارك فيه قال احنا ما نريد نرجع لي ورا، وانا هم ما اريد ارجع لي ورا. انا ما اريد ارجع لي ورا، لان احنا الكراد عمي تعلمنا من الحسين، تعلمنا من الحسين الشهامه والشجاعه والعفو عند المقدره والسخاء والكرم مثل ما انتم تعلمتوا. بس هاليوم شنو احنا؟ هاليوم لازم نوظف القضيه بالشكل صحيح، نوظفها بمحل. أنا من أروح للحسين ألطم الحسين، ما رايد من عندي لطم ولا رايد من عندي أنا أبكي. الدين مو عبادة، الدين معاملة. قسما بجدك رسول الله ما أدخل ديوان إذا ما أكبر خادمكم الصغير، ما أدخل لأي ديوان، لأن هذا الديوان راح أدخل في إصلاح، وإصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة. والدين معاملة وليس عبادة. ملائكة السماء هسه كلها هنا ناس يردون يشوفون الشعر ويا المنقومين اخوتنا على رؤوسهم الساده، واحنا اخوتكم القراولوس الاكراد شو يسوون؟ شو تعلموا من رسول الله؟ عن نفسك ان شاء الله. بس مال واحد سيدنا الفاضل هذا البيت ستر من دقيناه بها الشعار. وهاليوم اذا كل مؤسسه وكل دين وكل بيت ما عنده شعار فاشل من اساسه. هذا الشعار هالبيت الشعر اللي داقينه تأديب، تقصير، تغريب، وغايتها حتى نربي الورانا. واحنا لازم اليوم نمشي على دين محمد وآل محمد. اليوم التأديب ترى موجود. أنا إذا ما أدبت نفسي ما يفيد له هسه الدنيا كلها يدي. زين؟ ما أوقع نفسي في معضلة، ما أريد أحرج نفسي أمامي. عمي